الآثار السلبية اللي بتحصل لولادك مع معاملتك السيئة ليهم أو تربيتك الغلط ليهم. أنت بمجرد ما بتبعد عن أولادك أو مثلا وخصوصا البنات، معاملة البنات الغلط إنك أنت ما تكونش قريب منهم، ما بتسألهمش رايحين فين وجايين منين، بتنزلوا مع مين، مصاحبين مين، مين صحابكم، ما بتدورش وراهم. تدويرك وراهم واهتمامك بيهم ده مش غلط، أو مثلا أنت كده بتتعدى على خصوصياتهم، لا ده أنت أب ولازم تعرف كل ده. لأن وتكون أنت قريب منهم وأنت تكون صاحبهم، أنت تصاحب ولادك، أو خصوصا إن البنات لازم تصاحبهم وتقرب منهم وتكون قريب منهم جدا. ليه؟ كل ما تصاحب البنت، حتى البنت بتكون كل حاجة هي محتاجاها او ناقصاها بتكملها في بيتها، انت بتكملها لها كابوها او كمامتها، انت بتكملها لها، انتوا بتكملوا لها الحاجات اللي هي محتاجاها في بيتها، فبتطلع بره ما بيكونش ناقصها حاجه. البنت لما بتغلط غلط البنت ما بيكونش هي السبب فيه. على فكره اغلبيه البنات اللي بتغلط دلوقتي بيكون السبب الاول والاخير من عند الاهل او بيتها، لان هي بيكون بتشوف بره، مثلا بتكون هما اتنين صحاب ماشيين مع بعض، وواحده بتلاقي باباها مدللها ومصاحبها وقريب منها وبيطلع معاها وبيسألها انت رايحة فين او جاية منين، وباباها قريب منها مصاحبها. فبتكون هي مش محتاجة ان هي تطلع تدور على حاجة من بره، وتلاقي صاحبتها مثلا مش لاقي اهتمام من اهلها، مش محدش بيسألها انت رايحة فين او انت جاية منين، انت مصاحبة مين او ماشية مع مين، انت ايه اللي مضايقك او ايه اللي مش مضايقك، ما بتلاقيش اهتمام ده من اهلها، فبتطلع بره. ممكن اي عيل مثلا تلاقي منه الاهتمام ده او تلاقي منه الحاجات اللي هي ناقصاها، فبتطلع تكملها من بره، بتطلع بتدور عليها بره بتكملها من بره. فممكن من هنا بيبدأ الغلط، من هنا بيبدأ الغلط بيبدأ من عند البيت الأول، لأن هي طالعة من بيتها عندها احتياجات كتيرة فما بتلاقيهاش في بيتها، ما بتلاقيش الاهتمام من بيتها. انت لما بتهتم ببنتك اي حاجة ممكن تحصل معاها هتيجي تحكي لك، هتجري عليك وتقول لك انا حصل معايا كذا وكذا. انما لما تسيبها وتهملها هتخاف منك، او مثلا انت معاملتك معاها مش كويسة، بتتعامل معاها بعنف، ما بتفهمش منها، ما بتقربش منها. ان انت مثلا ممكن لو حصلت معاها حاجة غلط بره وجت تحكي لك عليها، انت ممكن تحط السبب عندها وممكن تمد ايدك عليها او ممكن تتخانق معاها او تعملها كويس او ممكن تغلط فيها وتشتمها. فهي من هنا ممكن تغلط، هتخاف منك، هتحكي لك، هتخاف تحكي لك، هتخاف منك، مش هتحكي لك اللي بيحصل معاها. انما انت لو بتتعامل معاها بفهم وباسلوب هادي وبتسيبها مثلا تحكي لك ايه اللي حصل معاكي كذا وكذا وكذا وكذا، طيب يعني ده الحقيقه اللي حصلت، تمام، انت تروح بقى وتشوف الكلام ده مطبق ان هي ما كذبتش او مثلا غيرت في اللي قالته، فانت لازم تسمع منها بهدوء وتكون متفاهم معاها. ما تكونش شخص عدواني مع بنتك او تكون شخص غير متفاهم، لازم تكون متفاهم وتقرب منها باكتر طاقة ليك، ان انت مثلا تكون صاحب ليها، او بمعنى الكلمة اللي منتشر دلوقتي البيست فريند بتاعها، اللي هو انت بتحكي لك كل اسرارها، بتحكي لك كل حاجة بتحصل معاها في يومها. من هنا بنتك عمرها ما هتغلط، لان هتلاقي ان الشخص اللي هي بتحكي له اسرارها، بتحكي له يومها، بتحكي له كل حاجة حصلت معاها، بتلاقيه في باباها. فعندها الصاحب اللي مكملها، مش محتاجة انها تلاقي حد تتكلم معاه او تحكي معاه، مش لاقية ان هي مثلا ممكن ان هي شخص انها ممكن تحكي له فيمد ايده عليها او يزعلها ويشتمها، لا هي عندها شخص متفاهم. يوم ما تروح تحكي له انا حصل معايا غلط كذا وكذا وكذا، هيكون متفاهم معاها وهيسمعها كويس، مش شخص اول ما تقول اي حاجة ممكن يطلع يزعق ويشتم ويهلل، لا ما ينفعش، المعاملة دي غلط، وبالذات مع البنات. مع الولاد بقى انت لازم تكون مصاحب ابنك عشان خاطر ابنك تعرف عنه كل حاجة، ما تمشيش مع ده، ما هو انت لما تكون صاحبه مش هيمشي معاه، لما تقول له ما تمشيش مع ده، ده شخص مش كويس، الشخص ده هيشبهك، هيخلي مثلا ان انت سمعتك مش كويسة، الشخص ده سمعته مش كويسة، ما تمشيش معاه، مش هيمشي معاه. لازم تكون صاحب لابنك عشان خاطر ابنك ما يغلطش. ابنك محتاج مثلا حد يكون قريب منه، وبالذات في مرحلة المراهقة للبنات أو للولاد. لازم نتعامل مع أولادنا إن هم صحاب لينا، نقربهم مننا، نخليهم يحبونا ويحبوا يتكلموا معانا ويحبوا يحكوا لنا كل تفاصيل يومهم، ده ماشي مع مين، ده حصل مع مين، ده قاعد مع مين، ده عمل ايه، ما عملش ايه. لازم تكون عارف التفاصيل الصغيرة دي كلها من ولادك عشان خاطر ولادك ما يغلطوش. الأسلوب الصح مع الأولاد بيخلي ولادك بيمنع الغلط عامة. المعاملة الكويسة من الأب أو الأهل أو البيت بيمنع الغلط، لأنك أنت بتبقى عارف كل تفاصيل حياة أولادك، فأنت بيجوا مثلا عند الحاجة الغلط لا أنت بتمنع
إنها ممكن تحصل، لأن هم هيجوا يحكولك مش هيخافوا منك.